حلاوه دي صح؟ حلاوه طحينيه. بس 56 اخير حلاوه طحينيه اخير. حبيبتي يا مصر حبيبتي يا مصر. فول اهو فول يا ما تلاقوش بسهوله ده. شايفين يا جماعه؟ اهو شايفين؟ دي طعميه، دي طعميه بودر، ودي اسوأ حاجه جربتها هنا في بولندا في حياتي. شايف هنا؟ لا تعالى ورينا احنا عملنا كده. حبيب قلبي. أشهد أن لا إله إلا الله. يا مساء الفل يا شباب، تعالوا النهارده اوريكم يوم الجمعه بيبقى عامل ازاي في بولندا. يلا في الطريق الى المسجد الان. شايفين الجو هادي ازاي يا جماعه؟ الدنيا هاديه، مفيش بشر غيري هنا. دلوقتي مستنيين الترام، هيبقى فاضل له 7 دقايق. عايز اقول لكم ان الترام كان زحمه جدا النهارده يا شباب. من النادر جدا ان انت تركب ترام وتلاقي فيه ناس كتيره قوي كده في الترام. النهارده الجمعه بقى وبدايه الويك اند، فالناس كلها راجعه من شغلها دلوقتي، فهتلاقي بقى الترام كله زحمه وكله مستعجل على الويك اند، لان الويك اند هنا يا جماعه ليه طعم. خصوصا ان انت في الشغل ومستنيين الويك اند بفارغ الصبر، وليهم كمان امثله على الويك اند هبقى افتكرها واقولها لكم بعدين. المهم ان انا دلوقتي خلاص نزلت من الترام ورايح على المسجد، فالمفروض هنفضل ماشيين 7 دقايق. 7 دقايق خلاص اهوت. احنا كده اعتبر في الشارع بتاع المسجد. في حاجات كمان في المسجد عايز اوريها لكم. يعني المسجد هو مش مجرد مكان للصلاه بس، فتعالوا اوريكم المسجد فيه ايه كمان. انتوا عارفين المشكله هنا ايه؟ ان في كل مدينه في مسجد واحد بس، وساعات بيبقى في مدن كمان ما فيهاش ولا اي مسجد خالص، ودي مشكله. يعني حتى المساجد هنا ما فيش مساجد كبيره. مثلا يعني في المانيا دلوقتي ما شاء الله في مساجد كبيره قوي، وفي مساجد بقت كتير، مساجد كتير قوي بقت موجوده في المانيا وفي فرنسا وفي دول كتير. بولندا للاسف المساجد فيها مش كتير، وفي كل مدينه في مسجد واحد، والمسجد كمان بيبقى صغير كده. انت فاهمني؟ هنشوفه دلوقتي مع بعض. وصلنا المسجد يا شباب زي ما انتم شايفين كده. تبقى دي صدارات المسجد. السلام عليكم. أشهد أن لا إله إلا الله. التي هاجر فيها النبي عليه الصلاة والسلام ومعه صحابته الكرام من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة. لقد جاءت هذه الهجرة بعدما اشتد البلاء على المؤمنين. Mijenja takich kolejna rocznica wielko wydarzeń. From the bad consequences of our deeds. Whomsoever Allah guides, none can misguide. And خلصنا صلاة الحمد لله يا شباب. وزي ما قلت لكم المسجد هو مش مجرد مسجد بس، هو فيه كل حاجة كمان. يعني فيه كمان أكل حلال. ده المكان الوحيد في بوزنان اللي بيبيع أكل حلال. تعالوا أوريكم جوه نظام الأكل عامل إزاي. زي ما انتم شايفين يا شباب المسجد بره أهو. ماشي ندخل جوه. السلام عليكم. السلام عليكم. ايه الأخبار؟ عامل إيه؟ السلام عليكم. هنا الناس كلها بتشتري زي ما انتم شايفين يا جماعه كده. ايه كل اللي انتم شايفينه ده اكل حلال، اللي هو كل حاجه. 29 واتنين خبز صح ب 14 تمام. قدم لكم اسامه يا جماعه. صاحبي 3 سنين في الغردقه وبالصدفه قابلته هنا، وطبعا حبيت اوري له كمان المسجد.
لانه ما كانش يعرف ان هنا، لان انا برضو خدت فتره كبيره قوي على ما عرفت ان في مسجد بيبيع اكل حلال هنا. في بقى كل حاجه زي ما انتم شايفين، في كسكس، طعميه، دي طعميه بودر، ودي اسوأ حاجه جربتها هنا في بولندا في حياتي. اسوأ طعميه جربتها في حياتي، محدش يجربها بامانه يعني. ماشي. في بقى ايه البهارات، دي حلاوه. في كل البهارات، ودي حلاوه. حلاوه دي صح؟ حلاوه طحينيه. بس 56 حلاوه طحينيه اخير. بص حبيبتي يا بص مصر، حبيبتي يا مصر. فول اهو، فول. ما تلاقوش بسهوله ده، الفول هنا مش بنلاقيه بسهوله. في طبعا كل البهارات اللي انتوا عايزينها. ماشي. فين يا اسامه؟ اهو شايفين يا جماعه، اهو شايفين فرحته بمنتجات المصريه. المنتجات المصريه ما فيش زيها يا جماعه، بامانه والله. العيش اهو. انت ما صدقت ولا يا اسامه؟ طبعا العيش. اللحمه دي الازاز ماشي 7. ودي العيش ده بقى تحط في الفليتر. يا باشا، كده هتحط في الايه؟ عيش. لا 7 ماشي. وواحد الاندومي، اندومي مصري. تعالى بقى نخش على قسم اللحمه. وفي قهوه كمان اللي هو بن الفيوم يا صاحبي. الله عليك. شايف؟ بن عبد المعبود يا شايف؟ صاحبي. الفيوم احسن يا عم. الفيومي جامد. الفيوم اهو يا صاحبي. تعالى بقى نخش على كويس ان هم جابوا والله، هم جايبين حاجات كتير اول مره دي. خلي بالك انا اول مره اشوف حاجات كتير، مش دايما بيبقوا جايبين حاجات كتير كده، بس المره دي ما شاء الله في حاجات كتير قوي يعني. هنا قسم اللحوم زي ما انتم شايفين كده يا جماعه. ده قسم، هات يا باشا انجوي. ده قسم اللحوم اهو، كل دي لحوم حلال. 1 كيلو I will give him 1 kilo. And we give him 1 kilo. يلا يا عم، اي خدمه يا موسى. تسلم. كيلو 150. انا كده تمام. 57.50. I will give you price. دي المفروم. ده مفروم ودي لحمه شرايح. ايوه. كبده صح؟ دي كده. كفته وبرجر دي اللحمه اللي بقول لك يا برازر، الحساب كاش بس؟ كاش بس. تمام. خد اللي محتاجه، لو جاي الاسبوع الجاي هات كاش. انا على طول باخد اللي محتاجه وبدفع بعدين عادي يعني. مش مشكله. ماشي تمام. شايف هنا تعالى ورينا. حبيب قلبي. الناس هنا فعلا يا جماعه محترمه. كذا مره مثلا باجي ما معيش كاش، وساعات بضطر اخد اي حاجه انا عايزها، وبعد كده بحاسبه بعدين وابعت له على حساب البنك عادي. محدش بيقول لك لا على حاجه يعني. قول لي كاش برافو. هاخد لنا بقى نص كفته، شويه لحمه. انا الفول ده مش عايزه، انا الناس اللي انا عندي قولون بهدلني والله بس هي الفرحه يعني ايه؟ الفرحه نسيته. نص كفته. نص كفته. ايوه. نص كفته. يا حبيبي طيب جاي لك اهو. طب لقيت فرع هند جوه يا جماعه. From India, right? funny piece. Are you from India? No, Pakistan. باكستان. في فرع باكستاني جوه يا جماعه. يعني بيبيعوا كل حاجه بقى، ايه، وجبات صغيره كده، برياني وسمبوسك ولو انتوا بتحبوا الحاجات دي هتلاقوا الاكل ده جوه. تبقى وجبات جاهزه كده، وجبات باكستانيه. اوكي ثانك يو. نشوف ملوخيه. في ملوخيه. لا مفيش. في ملوخيه، باميه. عادي يقعد ممكن ده 3 5 كيلو. هو الجرين هيفن ده ايه؟ ملوخيه. ماشي اوكي، لقينا ملوخيه. 31 كده 41. ماشي. الكيس ده 41 وده يبقى 26 دي. ماشي 26 ماشي 67 و7 74. طيب كم؟ انا كده بدفعله بعدين يا عم، ما 74. تقلقش. بدفعله بعدين يا عم، بدفعله بعدين.
ماشي. تمام. معكش كاش تيجي الاسبوع لا الجاي؟ معيش كاش عادي مفيش مشكله، بس الأسبوع كان الجاي في تيجي؟ حد بحول له طيب تقريبا. بليك، ما هو عبد الرحمن الجزائري مش موجود، ما انا مش والله؟ موجود النهارده، آه. ما قاليش انه هيستلم بليك النهارده. طيب خلاص انا هاجي لك الاسبوع الجاي حاسب. ماشي. ماشي. شكرا، جزاك الله خير يا امي، شكرا. طب ادفع. شكرا خلاص يا امي، ماشي. جزاك الله اسامه خير. هيدفع. شكرا. كام يا باشا دول؟ ماشي اسامه هيدفع. 74. 74. يلا بينا. ماشي يا باشا. 20 20 60 20 60 ايه؟ 20 40 40 60 ماشي. مش 70. هقبل انا. ماشي. يبقى احنا لنا عندك كام؟ 7 و4 يبقى 11. يبقى عايزين احنا كام؟ ليك 11 زلوتي. لا احنا لنا 4 زلوتي بس. ليه انت مش مديني 7؟ قلت هتدوا لك. 7 وانت قلت حسابه 73 ومعاك كام؟ قول لي مسمى 60 70. صح؟ صح مظبوط. يبقى احنا لنا 4 مش لنا 7 مش لنا 11. 4 ماشي يا عم. هو عايز يدفع زياده. 4 هات لنا بيهم اي حاجه. عندك بس يا سلام. دول شكل ونوع بقى خد. يا عم هات اي حاجه، حط اي حاجه في الكيس. والله هحط لك من الحاجه اللي انا بحبها الصراحه. يلا حط يا عم الحاجه اللي انت تحبها. هو طلع اهلاوي كان عايز ندفع عشان امشي بسرعه وبعد كده بس كيس. يا عم الكيس تحت هنا اهو، تحت حط في الحاجه. هات لنا الكيس ده اسامه معلش. النهارده هاخد انت الكيس ده. ماشي ارفع كده اسامه معلش. عايز من اخويا اسامه؟ لا ما احبهاش. يا جدع انت حرام عليك. بس ده لكن معلش بس حطيت كامله بس احسن يكون وقعت من الكيس حاجه ولا حاجه. كامله اهو بالصحافه. الف شكر يا مدير. يلا السلام عليكم. سلام. زي ما انتم شايفين كده يا شباب، هو اصلا ده مركز ثقافي اسلامي، يعني مش مسجد بس، في هنا كمان جزء لتعليم البولنديين لغة عربية، في تعليم اسلامي هنا للبولنديين وللاجانب، في كل حاجة. ماشي بس احنا خلصنا اشترينا اكلنا ونتكل على الله. السلام عليكم. السلام عليكم. ماشي. شكرا. السلام عليكم. تقريبا في 16 أو 17. يلا بينا. هتلاقوا ده يا شباب المركز الثقافي الاسلامي الوحيد اللي موجود في مدينة بوزنان في بولندا، زي ما انتم شايفينه كده اهو. ماشي. ده ليه مدخل، ومن الناحية التانية برضه زي ما انتم شايفين ليه مدخل من هنا. وبس يا شباب، وكده نبقى وصلنا لنهاية الفيديو. طبعا انا وريتكم المسجد، هو مش مجرد مسجد بس، هو فيه كل حاجة، فيه جميع انواع اللحوم الحلال. فلو انت عايش في مدينة بوزنان هسيب لك عنوان المسجد تحت في الديسكريبشن، تقدر تروح تطلب منه اي حاجة انت عايزها خصوصا الاكل الحلال. فلو عجبك الفيديو ما تنساش تضغط لايك وفولو وسبسكرايب عشان ده بيشجعني جدا اكمل، واشوفكم في فيديو جديد. السلام عليكم.